الغالين على قلبي والذين أنا منكم وأنتم مني، أنا في منزلي لم أغادره، وذلك بسبب انتمائي إلى هذا البلد وعدم معرفتي لأي بلد آخر غيره وطنا. في هذه الساعات التي يشعر فيها الناس بالقلق والخوف رغم أنهم جميعا حريصون على هذا البلد وعلى مؤسساته ومرافقه، فإنني وحرصا على المرافق العامة للدولة والتي هي ليست ملكا لي وليست ملكا لأي واحد آخر، إنما هي ملك لكل السوريين، فإننا نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص على مقدرات هذا البلد، وذلك للحفاظ على مقدراته. وأهيب بالإخوة المواطنين جميعا عدم المساس بأية أملاك عامة، لأنها في النهاية هي أملاكهم، وأنا هنا في منزلي لا أغادره ولا أنوي مغادرته إلا بصورة سلمية، بحيث أضمن استمرار عمل المؤسسات العامة ومؤسسات ومرافق الدولة وإشاعة الأمان والاطمئنان للإخوة المواطنين. وإنني أتمنى على الجميع أن يفكروا بعقلانية وأن يفكروا بوطنهم وببلدهم. وإننا نمد يدنا حتى إلى المعارضين الذين مدوا يدهم وأكدوا أنهم لن يتعرضوا إلى أي إنسان ينتمي إلى هذا الوطن السوري. لقد كنت دائما أعمل ليل نهار في القطاع الخاص وفي القطاع العام وفي الحكومة، وأمام عيني وأمام نظري مصلحة هذا الوطن ومصلحة هذا البلد، وإننا نؤمن بسوريا لكل السوريين، وبأنها بلد جميع أبنائها، وبأن هذا البلد يستطيع أن يكون دولة طبيعية، دولة تبني علاقات طيبة مع الجوار ومع العالم دون أن تدخل في أي تحالفات وتكتلات إقليمية. ولكن هذا الأمر متروك لأي قيادة يختارها الشعب السوري، ونحن مستعدون للتعاون معها بحيث نقدم لهم كل التسهيلات الممكنة، وبحيث يتم نقل الملفات الحكومية المختلفة بشكل سلس وبشكل منهجي بما يحفظ مرافق الدولة. لدينا مؤسسات تربوية، لدينا جامعات، لدينا مؤسسات صحية، لدينا مؤسسات كهرباء، نفط، على قلتها، إلا أن هذه المؤسسات مؤسسات غالية على قلوبنا، وقد دفع ثمنها من عرق السوريين ومن تعبهم ومن جهدهم. وإننا لسنا حريصين على، أنا شخصيا لست حريصا على أي منصب أو أي مزايا أو